السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معاكم اكلمكم عن ماتش مصر وزيمبابوي وايه اللي حصل. احنا اتفرجنا على 3 اهداف. اولهم كان هدف زيمبابوي اللي كان متمركز فيه حسام عبد المجيد غلط تماما، والكرة رايحة بتتهادى على يمين الشناوي وهو مش عايز يصدها. الهدف التاني في المباراة كان لمنتخبنا المصري، دخل فيها عمر مرموش من نص الملعب لحد ما وصل عند ال6 ياردة، حطها في سقف الجول. حلوة جدا، كان هدف بصراحة هربان من الدوري الإنجليزي. وطبعا في النهاية في الدقيقة 1+90 محمد صلاح حسمها بكورة، حط جسمه فيها واستلمها بشماله وحطها على شمال الحارس. احنا تغييرة إمام عاشور دي غيرت من شكلنا كتير للأحسن. احنا استغلينا مهارة عمر مرموش في وسط الملعب والبساطة الحلوة اللي هو بيلعبها. امام عاشور ما كانش بيعمل اي حاجه في 30 دقيقه اللي لعبها غير ان هو بيروح عند جول ويضيع. وفي نهايه الحلقه عايزكم تكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في ماتش زيمبابوي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه.